أقيم الاحتفال التقليدي في يوم المولد النبوي الشريف بمناسبة تسليم البرنس إلى شيخ ركب حجاج هذا العام. وقد شهد الحفل في مقر وزارة الداخلية بطرابلس سماحة مفتي ليبيا وعدد كبير من المسؤولين في الدولة ورجال الدين ولفيف من الأعيان. وألقى سيادة محافظ طرابلس كلمة بهذه المناسبة السعيدة، ثم قام بالنيابة عن الحكومة بتسليم البرنس التقليدي إلى السيد منصور بشير الضبيع شيخ ركب الحجاج. ثم تقلد الشيخ صهوة جواده تحف به كوكبة من الفرسان، وسار الركب وسط الجماهير الغفيرة التي اصطفت على كلا جانبي شوارع طرابلس، وتوجه الجميع إلى الديوان الملكي العامر لتسجيل أسمائهم في سجل التشريفات الملكية، وليرفعوا بمناسبة هذه المناسبة الدينية المباركة إلى المقام السامي حفظه الله آيات التهاني مشفوعة بأصدق شعائر الولاء والإخلاص.